ظاهرة فريدة من نوعها، بحيرة تظهر فجأة بالمنيا ومساحتها قاعدة تتسع يوم بعد يوم. تعالوا نعرف ايه القصة. تفاجأ أهل قرية البهنسة التابعة لمركز بني مزار محافظة المنيا بظهور بحيرة كبيرة من المياه في قلب الصحراء، واللي أثار دهشة الجميع بأن مساحة البحيرة تزداد يوم بعد يوم لتتحول إلى مزار للشباب. في اللي وصفها بأن هي بحيرة مباركة للأهمية الدينية للمنطقة، حيث تعرف البهنسة بالبقيع الثاني، وفي اللي أطلق عليها بالبحيرة الملعونة بسبب ظهورها المفاجئ. عاوز تعرف إيه التفاصيل؟ يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد. خليكم معانا بعد الانترو. محافظ المنيا أصدر إعلان بأن تم رصد تجمع مائي في منخفض الصحراوي بمركز بني مزار بمنطقة البهنسة شمال محافظة المنيا، وبناء على معلومات مركز البحوث والمعلومات ودعم اتخاذ القرار تم فحص المنطقة. الأرض بتتميز بالارتفاع وكمان الشقوق التي تساعد في تجمع المياه الجوفية حتى تكونت تلك المساحات الكبيرة، ونتائج التحاليل وضحت أن المياه تحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة جدا غير صالحة للاستخدام الآدمي أو الحيواني أو الزراعي، وتحذر الجهات المعنية بالاقتراب أو الاستخدام للمياه بأي صورة. وضعت لافتات تحذيرية لذلك لسلامة المواطنين، وتهيب المحافظة الأهالي بعدم التعامل مع هذه المياه نهائيا لحد ما يتابعوا ايه التطورات الجارية. شكر خاص للمسؤولين في المحافظة على جهودهم المستمرة نحو تلك الظاهرة المفاجئة، مع تأكيدهم للمواطنين بأنها ظاهرة طبيعية لا داعي للقلق. فالبحوث التحليلية الجيولوجية شغالة على التحليل الجيولوجي للصخور في البحيرة، فهناك مراقبة مستمرة لمنسوب المياه عشان يشوفوا هتستمر الزيادة في التوسع ولا هتثبت على كده ولا هتختفي بمرور الزمن، ومتابعة التبخر والملوحة عشان ارتفاع التبخر للمياه قد يؤدي إلى تركيز الأملاح، فممكن الأملاح تتسرب في المياه الجوفية. ختاما هوضح الاقتراحات المحتملة لاستغلال تلك البحيرة. في آراء بتقول لو زادت نسبة الأملاح في البحيرة فاستغلالها هيكون محدود جدا، بس ممكن يستفادوا منها كأغراض صناعية زي استخلاص الأملاح وأشياء أخرى. وفي اللي بيقول لو كانت المنطقة جذابة بصرية وتحتوي على مناطق طبيعية مميزة قد تستخدم للسياحة، مع وضع لافتات تحذيرية لتوعية الزوار للسلامة الآمنة. في إجراءات بحثية للتأكد من وجود أنشطة صناعية أو زراعية موجودة بالقرب من البحيرة، قد يكون في تسريب زراعي أو صناعي يلحق الضرر بالبحيرة. وهنختم إن لازم يكون في خطة للطوارئ لو مية البحيرة زادت، فلو زادت هيزيد معاها مساحة البحيرة، وبالتالي ناخد الاحتياطاتنا اللازمة لسلامة الأراضي الزراعية والسكنية في المنطقة. لو فدتكم ولو بحاجة بسيطة اعمل لي لايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.